قبل أن تولد العصور، وقبل أن يتعلم الإنسان سر الزمن، كانت هنا حضارة تفكر وتخطط وتبنى للخلود. من هذه الأرض لم يخرج الحجر صامتاً، بل خرج شاهداً يحكي قصة أمة علمت العالم كيف يكتب التاريخ. واليوم تعود مصر لا لتعرض آثارها، بل لتروي حكايتها كما لم تروى من قبل. المتحف المصري الكبير صرح لا يقف بجوار الأهرامات مصادفة، بل امتداد لها، ورسالة تقول: من بنى الأمس يصنع الغد. عند بوابته يقف رمسيس الثاني، ليس تمثالا عاديا، بل ذاكرة وطن ترحب بالعالم أجمع. وفي الداخل لا تسير بين قاعات، بل تعبر آلاف السنين في رحلة واحدة، حيث الملوك والكهنة والعلم والفن والإنسان. هنا تعرض كنوز توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ، لا كقطع من ذهب، بل كفصول من قصة لم تنتهي بعد. المتحف المصري الكبير ليس مبنى من حجر، بل فكرة ووعي وإعلانا حضاريا جديد، أن مصر ليست ماضيا يزار، بل حضارة تتجدد. إنه صوت التاريخ حين يتحدث بلغة المستقبل. المتحف المصري الكبير، هنا لا ينتهي التاريخ، بل يبدأ من جديد، من هنا، من أرض مصر.